بالراحه بهدوء. انا مش هطلع اصيح، مش هطلع اتكلم، مش هطلع ازعق، مش هطلع اتنرفز، مش هطلع اقول اي حاجه. اسم الراجل المحترم ده النهارده اتذكر النهارده في مجلس الاداره. تمام يا رجاله؟ تمام. راح جه يا باشا مجلس الاداره بالاجماع قرر ان هو يبقى الراجل المحترم ده اخر اسم احنا ممكن نطرحه، او اخر مدرب احنا ممكن نجيبه. مين؟ كابتن حسام البدري. يا ابني انت يعني انتوا هتروحوا تجيبوا لي زيدان مثلا وانا ما اعرفش يجي يدربني؟ يعني انت مثلا انت قعدت مع زيدان على القهوه في كوبايتين قهوه بتاع وعرفت تظبطه، كرمشت له 50 يورو وقلت له هتيجي تدرب النادي مثلا؟ ما هو يا جدعان، ما هو الكلام بالعقل بالله عليكم، لان بجد الحوار بدا يخنق. يعني انت مكلم مين طيب؟ ما هو انت الثقه اللي عندك في مجلس الاداره دي بناء على ايه؟ بناء ان انت اول دوري مثلا المدرب عندك مات مثلا، العربيه جيت خدته في اي راح في اي قطران في اي نيله؟ ما انا مش قادر افهم. يعني مدرب مصري حافظ اللعيبه المصريه كويس قوي، هيعرف يكسر الشوكه، كل واحد مفكر ان هو يدخل هو النجم، هو اللي هيشيل النادي. ده كفايه حاج كابتن محمود حسن كريزيديه ارتول اللي عندي. ده كفايه، يعني كفايه الناس دي. وراح تجيب لهم مدرب اجنبي. مدرب اجنبي بناء على ايه طيب؟ طب بلاش دي يا عم، انا وانت متفقين مدرب اجنبي مين بقى؟ قعدنا 18000 سنه وفشل. فيشر رايح فيشر جاي، نفس صفقه يا جدعان محمد علي بن رمضان الموسم اللي فات. قعدنا الموسم كله بن رمضان. لو تفتكروا العاش الميركاتو اللي فات بتاع الاهلي، قعدنا الموسم كله في بن رمضان، في الاخر بن رمضان ما جاش. يعني انت مخلي البدري الاخر؟ طب بناء على ايه؟ انا مش قادر افهم. يعني انا فيها ايه لما اجيب الراجل المحترم ده وجنب منه كابتن سيد عبد الحفيظ؟ انت خسرت ايه يا ابني؟ يعني انت ايه اللي هتخسره؟ ايه اللي هيجرى لك مثلا؟ هيمسكوك تحري؟ ما انا مش قادر افهم بصراحه.